النهاردة حابة أتكلم معاكم عن موضوع القوامة، ودي تقريبا أول مرة هكون بقول رأيي في مسألة دينية. دايما لما بتكلم في أي مسألة دينية بقول آراء الشيوخ العلماء الفقهاء، ولكن عمري ما قلت رأيي الشخصي في أي مسألة دينية. ومش معنى ان انا هقول رأيي الشخصي ان ده الرأي الصح 100% اللي لازم يمشي، لا، ممكن الرأي ده يكون غلط او فيه اخطاء، فعادي جدا انا اتقبل كل الآراء بتاعتكم. من خلال دراستي لمفهوم القوامة وليه ربنا سبحانه وتعالى جعل القوامة للراجل مش للمرأة، وهل لما ربنا سبحانه وتعالى جعل القوامة للراجل مش للمرأة هل كده تكليف ولا تشريف؟ يعني تكليف للراجل انه هو عليه مسؤولية، ولا تشريف ليه انه هو افضل واحسن واقوى من المرأة؟ طيب خليني اقول لكم اول حاجة عرفتها عن القوامة ان هي مش الصوت العالي وان انا الراجل وكلامي هو اللي يمشي وان المرأة ملهاش اي 30 لازمة. فلو في ناس فهمها كده فده للأسف خلل عندهم، لان دي مش اخلاق القرآن ولا ربنا سبحانه وتعالى يقول كده في القرآن. وللأسف عوام الناس العادية اللي مش دارسة أي دين ومش دارسة أي فقه ومش فاهمة أي حاجة، تلاقيهم بيفسروا الآية دي بطريقة غلط جدا جدا، وبطريقة تخلي المرأة المسلمة تحس إن الإسلام ظلمها مش نصرها. وللأسف ده غلط جدا جدا ومخالف للسنة ومخالف للشرع ومخالف للقرآن. ثانيا بقى في مسألة ان القوامة للراجل تكليف ولا تشريف، هتلاقي شيوخ كتير جدا بيقولوا ان هي تكليف مش تشريف، وانا بقى رأيي الشخصي المتواضع جدا بشوف ان القوامة تكليف وتشريف. ازاي؟ تكليف لانها مسؤولية، وتشريف لانها مسؤولية اعلى. مثال بسيط، لو احنا في شركة ففيها موظفين وفيها مدير، المدير بيصدر اوامر 1 2 3 للموظف، بيعمل الموظف اللي المدير بيقول عليه. لو المدير ده اصدر الامر ده خطأ، مين اللي هيتحاسب عليه؟ الموظف؟ ابدا، اللي هيتحاسب عليه المدير. اذا المدير مش احسن من الموظف، ولكن مسؤولياته اعلى واكتر من الموظف. كذلك الزواج، انا بشوف ان الزواج شركة، زوج وزوجة واطفال. الزوج اللي ليه القوامة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاها مسؤوليته وتكليفه، ان هو ليه مسؤوليات اعلى من المرأة، ولذلك هو هيتحاسب على حاجات اكتر من المرأة. ولو رجعنا بقى لمفهوم القوامة الاصلي الصحيح، هتلاقي ان القوامة هي المسؤولية، هي المودة، الرحمة، الاحتواء، الحراسة، الحماية، الصبر في المواقف، كيفية التصرف، الانفاق. واحنا عارفين ان في آية برضو في القرآن الكريم بتقول ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فطالما ربنا سبحانه وتعالى كلف الراجل بمسؤولية القوامة انه يكون قوام على المرأة وعلى اولاده وعلى بيته وعلى اسرته، اذا قدرة ربنا في الراجل انه هو اللي يقدر اكتر من المرأة انه يتحمل المسؤولية دي. لذلك المرأة مش هتتحاسب على مسؤوليات الراجل، لا، ده الراجل هو اللي هيتحاسب على المسؤوليات اللي ربنا كلفه بيها. الناس بقى اللي بتفضل تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة، فانا عايزة اقول لهم يعني معلش، انا ما بقاش مثلا انا كزوجة اكون نايمة الاقي زوجي يجي يصحيني يقولي الحقينا ده في حرامي على الباب روحي شوفيه. معلش حضرتك، يعني قوتي البدنية ما تقدرش انها تحميك ولا تحرسك، المفروض انت اللي تحرسني وانت اللي تحميني. وده على فكرة بالعقل، يعني بالعقل وبالمنطق وبكل حاجة، مش بالدين بس. ما هو قوامة حضرتك مش الانفاق بس، ما تقوليش اصل انا بنفق انت تروحي تلحقينا وتنقذينا، لا، يعني برضو قوامة الراجل تكون ايه؟ تكون انفاق وتكون حراسة وتكون حماية وتكون احتواء وحب وصبر وحاجات كتير جدا، مش صوت عالي وزعيق وانا الراجل وكلمتي اللي تمشي. بما فضل الله بعضهم على بعض، حتى في القوة البدنية فالراجل افضل من المرأة في القوة البدنية. او احنا عيب ان احنا نقول كده؟ لا، ده طبيعة يا جماعة، يعني طبيعة والله. وملناش دعوة بالبنات دلوقتي اللي بتروح تعمل عضلات وما تعرفش تفرق ما بينها وما بين الراجل، ده مش الطبيعي. خلينا متفقين ان مش ده الصح ومش ده الحقيقة، ومش كل النساء تقدر على ده. الأنثى هي أنثى، يعني رقيقة، يعني عاطفية، يعني حنونة، يعني تحب الدلع وتحب الحب وتحب الكلمة الحلوة. لكن المرأة ما تحبش تعيش دور الراجل على فكرة. سيبكم انتوا بقى من حوارات independent woman وانا اقدر وانا اصرف وانا اعمل، كل ده مش طبيعي. والمرأة ما بتحبش تكون مسؤولة عن كل حاجة، لا، المرأة الطبيعية بتحب تحس بالحماية وبالحراسة، وبتحب تحس ان هي معاها راجل بيحتويها. لكن الناس اللي بتنده بقى
المساواة بين الرجل والمرأة، وانا زي الراجل، وانا انزل اشتغل وانا اصرف وانا اعمل وانا وتفضل تحسسك ان هي تقدر تقوم بكل الادوار. فدي بتكون حالات استثنائيه، وهي اصلا للاسف واجهت صعوبات في حياتها لما مثلا اتجوزت، لقيت نفسها مع واحد هي قايمه بالادوار كلها، فلقيت ان هو اصلا الراجل ملوش اي 30 لازمه في حياتها. فعشان كده حبت تعمم ده وتشوف ان كل الرجاله ملهمش اي 30 لازمه، وان المراه تقدر على كل حاجه، وان هو ملوش اي دور. والكلام ده غلط جدا. انت واجهتي ظروف صعبه في حياتك، ما تعمميش ده على الكل. زي ما في راجل امتنع عن النفقه وامتنع عن قوامته ودوره الاصلي اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفه بيه، زي برضه ما في راجل بيأدي دوره ونفقته وقوامته على بيته وعلى اولاده وعلى زوجته، ومأدي دوره على اكمل وجه. اخر حاجه بقى احب اضيفها في الكلام ده كله، ان المراه اللي زوجها امتنع عن نفقتها وعن نفقه اولادها وسابهم ومجرجرهم في محكمه الاسره زي ما بنسمع وبنشوف كل يوم، طب هنا بقى مين اللي واجب عليه الانفاق؟ انا بقى من وجهه نظري الشخصيه، ولا برضو بقول لكم اهو وجهه نظري الشخصيه، انا ما بشوفش ان على المراه واجب الانفاق تماما. ماشي، ده ألف به كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش للمرأة ولا كلفها بأن هي تنزل تشتغل أو تصرف على أولادها. طب مين اللي هيصرف؟ هترميهم يعني ولا هتعمل إيه؟ لا، هي اللي هتصرف، وهي اللي هتنزل، وهي اللي هتشتغل، وهي اللي هتأدي دور الراجل والست في البيت. ولكن انا اشوف من وجهة نظري ان ربنا سبحانه وتعالى هيجازيها خير على نفقتها وعلى صحتها اللي راحت في الشغل والتعب وأدت دور مش دورها. اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيجازيها مكانة عالية جدا. وزي ما احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى عادل وعادل جدا جدا كمان، هيحاسب الزوج اللي مقتدر الممتنع عن قوامته عليهم لانه ما اداش دوره. وطبعا الله اعلى واعلم، ولكن برضو انا اشوف ان من عدل ربنا سبحانه وتعالى انه اكيد مش هيحاسب المرأة على تأثيرها في مصاريفها مثلا مع اولادها، لان هي اصلا غير مكلفة بده، ولانها قامت بدور مش دورها. واحب اوضح حاجه، ان انا هنا بتكلم عن الراجل اللي معاه المقتدر ولكن ممتنع، ما بتكلمش عن الراجل اللي الزمن جه عليه زي ما بنقول. الراجل اللي كان مأدي دوره باكمل وجه ولكن حصل له ظروف صحيه، او حصل له ظروف في شغله وساب شغله، حصل ظروف عنده ما قدرش ان هو يكمل شغله. هنا بقى بتبان فعلا الست الاصيله اللي ممكن لو هي مقتدره وبتطلع زكاه مالها ممكن تطلعها لزوجها وهو ينفق على البيت من زكاه مالها، بدون طبعا ما الاولاد يحسوا باي شيء، عشان يحسوا ان لسه ابوهم موجود وبيصرف. وممكن تنزل تشتغل وتصرف هي على البيت. وهنا انا برضو بوجه لها تحية، لان فعلا دي المرأة الاصيلة. في ناس لما بتشوف ان الراجل خلاص ما بقاش يصرف على البيت ممكن ترميه لاهله، او ان هو تعب او عنده مرض شديد ترميه وخلاص انا مكتفية بنفسي وباولادي، وتنسى كل اللي هو عمله علشانهم. وده زي ما قلت بيبين الست الاصيلة من الست اللي مش اصيلة. وبس كده. وطبعا كل كلامي ده اجتهاد شخصي، الله اعلى واعلم، ممكن اكون اخطأت، ممكن اكون اسأت، فربنا يسامحني ويغفر لي. وبس كده. ولو حد عايز يضيف اي شيء ممكن يكتبه في التعليقات وان شاء الله هشوفه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.